مساء الخير على أحلى وأجمل متابعين سفرة سهير. هنعمل مع بعض النهاردة فطائر باللحمة المفرومة، لكن هي فعلا فطاير حشوتها مميزة جدا وطعمها تحفة. بصوا قد ايه شكل الفطائر بتاعتنا واخدة سوا مظبوط وطعم تحفة، والعجينة بتاعتها يعني موجودة عندك في البيت ومش هتكلفك كتير. والحشوة ممكن تعمليها أي حشوة انت حباها، حشوة خضار، حشوة فراخ، الحشوة اللي تعجبك. لو عجبك الفيديو ما تنسيش بقى تعملي لايك واشتراك وتفعلي الجرس. في بولة العجين هضيف كيلو دقيق وربع كوباية لبن بودرة، معلقة سكر، معلقة خميرة كبيرة، ونص معلقة بيكنج باودر، ومية دافية للعجن. العجينة بتاعتنا مش مكلفة خالص، انا حبيت اعملها معاكم يعني بمقادير تكون سهلة جدا ومتوفرة عندك في البيت. هعجن العجينة لغاية ما تتخدم كويس معايا وتبقى حلوة، ما تبقاش يعني هي عجينة تكون ناشفة، لا احنا عايزينها عجينة هتبقى فيها تلزيق خفيف كده عشان تديني فطائر حلوة معايا. طبعا كمية المية حسب الدقيق اللي انت هتعمليه. وما بنحطش كمية المية كلها لحد ما ما نشوف العجينة قوامها معايا مظبوط ولا لا. انا كنت ناسية الملح، فانا ضفت الملح دلوقتي مع العجين وهو بيتخلط. اول ما العجينه اتخلطت معايا بالشكل ده كويس جدا في العجان ده، ضفت ربع كوبايه زيت. طبعا احنا العجينه دي ممكن نعجنها على ايدينا، سهله جدا وما فيهاش اي حاجه صعبه. هضيفها يعني خلاص كده. بصوا انا بوريكم فيها المطه دهيت، احنا عايزين العجين يبقى فيه المطه دي بالشكل دوت. هبدأ بقى اسوي الوش بتاعه وهسيبه بقى يخمر. بعد كده هحضر معاكم الحشوة بتاعة الفطائر. زي ما انا قلت لكم في اول الفيديو، ممكن تستبدليها بخضار، ممكن تستبدليها بفراخ، حسب اللي موجود عندك والمتوفر. انا ضفت كده هوت اللحمة، وبعد كده ضفت بصلتين كبار، وضفت بقى بهارات لحمة وملح وشطة وفلفل اسود لغاية ما خدت السوا المظبوطة عندي. وقطعت فلفل بالشكل دوت، وبعد كده كنت مقطعة برضو زيتون. هجيب بقى مفرش سيليكون عشان افرد العجين بتاعنا. بصوا العجينة خمرانة وجميلة جدا. اهم حاجة بنحط شوية دقيق كده هوت قبل ما بننزل العجين على المفرش بالطريقة دي. هبدأ ألمها أعملها رول عشان أبدأ أقطع منها. طبعا تقطعي بقى الكمية يعني الحجم المناسب ليكي. انتي لو حابة الحجم صغير قطعيها قطع صغيرة، حباها كبيرة قطعيها برضو قطع كبيرة. بمسك العجين بالشكل ده بعد ما انا بقطعه، بحاول ان انا اكورها بالشكل دوت. هعمل كمان واحدة معاكم، بقسم العجينة بالشكل ده برضو، وبعد كده بكورها. بصوا بكون حاطه شويه دقيق كده قدامي، وبحاول ان انا الف العجين بالشكل ده عشان يدي معايا شكل كوره عشان نفرده. هخلص كميه العجين كلها وبعد كده هوريها لكم. انا كده خلصت كميه العجين بتاعتي كلها، وهبدا بقى افرد معاكم. اول حاجه يعني اول فطيره عملتها قطعتها، هاخد اول فطيره قطعتها بالشكل دوت. وبعد كده هبدأ أحط بقى الحشوة بتاعتي اللي موجودة. زي ما أنا قلت لكم، حشوة فراخ أو لحمة أو خضار، الحشوة اللي موجودة عندك. أنا ضفت لحمة، عملت لحمة مفرومة معصجة زي ما أنا وريتها لكم. وبعد كده ضفت بقى الخضار بتاعي اللي هو الفلفل الألوان وزيتون. أنا لفيتها بالشكل دوت، وبعد كده ببدأ أقفل الحروف كده. ولو فيها أي دقيق بحاول إن أنا أنفضه. هعمل كمان واحدة معاكم. انا جبت بقى صاج مدهون وحطيت فيه الفطيرة بالشكل دوت. هفرد معاكم واحدة عشان اللي ما خدش باله من اول واحدة ياخد باله من تاني واحدة. بفرد يعني الفطيرة يعني على قد ما انا اقدر اخليها كده بالطول. لو العجينة بتاعتك بتلزق وانت بتفرديها، رشيلها رشة دقيق خفيفة. هجيب بقى برضو الحشوة بتاعتي، هبدأ بقى افردها بالشكل دوت. وبعد كده بضيف عليها الفلفل الالوان وبرضو الزيتون.
ناخد بالنا يا جماعة من التقفيلة بتاعت الفطائر. بصوا انا بقفلها بالشكل دوت، بحاول ان انا اضغطها بصوابع ايديا واقفل الجنبين برضو. بصوا بالشكل دوت. بعد كده هوت ببدأ بقى اجيب يعني قطعة بيتزا، او لو سكينة عندك، يعني لو مش متوفرة قطعة بيتزا ممكن تستخدمي السكينة. هتقطعيها بالشكل دوت طولي. بعد كده بضغطها وبلفها، يعني الرول عادي هيدينا الشكل دوت. هحطها برضو جوه الصاج. هفرد كمان واحدة معاكم. اهم حاجة ان انا ارش لها دقيق كويس، لان العجينة بتاعتنا فيها تلزيقة. التلزيقة دي ممكن تبوظ لك الفطيرة خالص. هبدأ برضو افردها بالشكل دوت، وبرضو هنضيف لها برضو الحشوة بتاعتنا. زي ما انا قلت لك، لو انت عايزة يعني تستبدلي الحشوة دي بأي خضار موجود عندك هتنفع وتبقى جميلة جدا. هقفل برضو الحروف بالشكل ده. وبعد كده بالقطعة بتاعة البيتزا هبدأ يعني اقطعها بالشكل دوت، وهنلفها. بصوا احنا بنعملها زي رول عادي جدا. بصوا بتدي شكل حلو جدا. انا حطيتها بقى، خلصت كل الكمية اللي كانت موجودة معايا. عشان طبعا ما اطولش عليكم الفيديو. وبعد كده هخبزها على درجة حرارة 200. قبل ما اخبزها هيكون بقى حاطه لها لبن. يعني انت لو حابه تضيفي بيض، صفار البيض، ضيفي صفار البيض. انا بحب في المعجنات بتاعتي اضيف لبن. فبالفرشه كده اهوت، وببدا ادهن الفطاير كلها بتاعتي. بعد كده بضيفها. بعد كده هو بسويها على درجة حرارة 200. بتقعد حوالي ربع ساعة عندي وبتخرج من الفرن. أول ما بتخرج ببدأ إن أنا أغطيها. هتبقى حلوة جدا معايا، وهتبقى طرية وتبقى تحفة. أنا طلعتها من الفرن بعد ما أنا دهنتها ودخلتها الفرن استوت. خرجت معايا بالشكل دوت. بجد فطائر من الأنواع المميز جدا وطعمها خرافة. بصوا قد ايه هي طرية بجد. لو انت جربت الوصفة دي هتعجبك. وفتحت كمان واحدة معاكم. بصوا بجد الجمال. بتمنى فيديو النهاردة يكون عجبكم، واللي يعجبه الفيديو يدوس لايك واشتراك ويفعل الجرس. استنوني الفيديو القادم. باي باي.